كتير بعتت تسالني هل معدل التساقط اللي عندي ده طبيعي، واعرف ازاي ان هو طبيعي، عشان نبقى عارفين ان احنا عندنا نسبه 10% من شعرنا بتسقط يوميا، وده طبيعي ومقبول وبيطلع مكانها شعر جديد. عشان اوصل لكم المعلومه او تفهموها ببساطه، انا كان عندي عيانه كانت بتعاني من التساقط وخدت كورس العلاج، ولما رجع التساقط للمعدل الطبيعي بدات تجمع شعرها لمده 30 يوم في اكياس. بعد ما جمعتهم لي في اكياس قعدنا نشوف هل هو المعدل ده طبيعي ولا لا. تعالوا نشوف كده. اول يوم عندها اهو، واضح عندك صح؟ بص كده هتلاقي المعدل ده ما يتعدى 10% من مجموع شعرها، وده معدل مقبول بالنسبه لنا. طيب تعالوا نشوف اليوم الثاني، نفس النسبه تقريبا، ما زادتش ولا قلت، هي نفس النسبه. طيب هل المعدل ده بيزيد او بيقل في ايام معينه؟ اليوم اللي بنغسل فيه شعرنا بالشامبو النسبه دي بتزيد، زي اليوم السادس عندها هي غسلت شعرها بالشامبو. شايفين النسبه زادت ازاي؟ طيب اليوم بقى التالي ليوم غسيل الشعر بالشامبو النسبه دي بتقل قوي. يعني بص اليوم السابع بقى عندها قل ازاي خالص. طيب هل ده مقبول بالنسبه لنا ان هو يزيد يوم غسيل الشعر بالشامبو؟ لان احنا لو حسبنا المتوسط ما بين اليومين هتلاقيها هو المعدل الطبيعي. يعني تعال نقارن اليوم السابع باليوم الاول مثلا. بص النسبه قد ايه؟ اليوم السابع قليل قوي، واليوم الاول اللي هي النسبه الطبيعيه كان اكتر منها بشويه. فده نسبه مقبوله بالنسبه لنا. عشان كده لازم نفهم ان احنا في نسبه 10% من شعرنا طبيعي تقع يوميا، وبيطلع مكانها شعر جديد وبيجدد زي الاول. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور عبد